خلال معارك الحرب العالمية الثانية وتحديدا خلال هجوم ألمانيا بالقصف الجوي على بريطانيا، وقع في إيد الألمان عدد كبير من الأسرى البريطانيين، وكان منهم طيار بريطاني اسمه روجر بوشل، واللي خطط لأكبر عملية هروب من معتقل ألماني اسمه ستالاج لوفت 3. وهل نجح في خطته ولا لأ؟ لو مهتم تعرف انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نعرف تفاصيل. أنا عصام عبد الحميد وده المفيد. بداية سنة 1943 اتأثر روجر بوشل وطيار زميله اسمه روبرت ستانفورد في معتقل اسمه ستالاج لوفت 3 في مدينة زاجان في بولندا، وطبعا بولندا كانت تحت سيطرة الألمان وكان هو أشد معتقل من حيث الحراسة. طيب مين هو روجر بوشل؟ روجر بوشل طيار بريطاني وكان قائد السرب الملكي البريطاني وقتها، وفي شهر مارس من نفس السنة قرر روجر إنه يخطط لأكبر عملية هروب من السجن حصلت في التاريخ. روجر وقتها بدأ يكون زي تنظيم سري جوه المعتقل من الأسرى عشان يبدأوا يخططوا للعملية، وكان الهدف منها هو تهريب 250 أسير، والهروب منه كان شيء مستحيل تقريبا. وبالمناسبة المعتقل اتأسس على حسب تعليمات هتلر بنفسه. طبعا تبان عملية زي دي مش سهلة، إلا إنهم بدأوا في التخطيط وهنركز في التفاصيل مع بعض. ستالاج لوفت 3 ما كانش سجن زي أي سجن عادي، يعني ما كانش عبارة عن زنازين جنب بعض، لا كان عبارة عن أكواخ أو هناجر مرفوعة على الأرض بخرسانات، بمعنى إن في فراغ بين أرضية الكوخ اللي هم فيه والأرضية اللي مبني عليها الكوخ. وحتى لو قدر وتمكن انه يحفر كان في مشكله تانية، وهي ان الاكواخ مبنيه على رمله ناعمه فالحفر فيها هيبقى صعب، وحتى لو حصل وتمكنوا من الحفر ونقلوا الردم للساحه فاكيد الحراس هيميزوا اللون الاصفر. ودي كانت اول مشكله، بس روجر كان عنده الحل وكان عارف هيحفروا ازاي. المشكله الثالثه اللي قابلت روجر وزمايله كانت اصعب شويه، وهي من الوقت للتاني كان بيتزرع بينهم جواسيس ألمان على إنهم أسرى من الحلفاء عشان يعرفوا أي معلومات تفيدهم في الحرب. وطبعا لو في أي جاسوس عرف أي معلومة عن تخطيطهم للهروب أو حتى حس بأي شيء غريب يبقى كده روجر والرجالة. بس روجر وزمايله في الأول والآخر كانوا ضباط جيش، وكانوا بيلاحظوا أي حد غريب يدخل بينهم على إنه أسير، وكانوا بيسألوه أسئلة عادية أكنهم بيتعرفوا عليه، زي أنت منين وسلاحك كان إيه واتمسكت إزاي. ولما بيتأكدوا من طريقة كلامه ولكنته إنه جاسوس كانوا بيبلغوا الحراس الألمان إن الجاسوس اللي زرعوه بينهم هم بقوا عارفينه، وكانوا بيطلبوا منهم بلهجة تهديد انه يطلعوه من وسطهم عشان مش ضامنين سلامته. وفعلا الجاسوس كان بيختفي تاني يوم. تمام كده كل مشاكلهم اتحلت؟ لا مش تمام، لان ببساطه حتى لو اتمكنوا من حفر نفق وفلتوا من الحراسه وعرفوا الجواسيس اللي بينهم والعمليه مشيت تمام و10 على 10، كان في مشكله رابعه هتقابلهم، وهي ازاي هيعدوا من نقاط التفتيش الالمانيه اللي بره. بس برضه روجر والضباط المسؤولين عن التخطيط عملوا حساب ده وشويه. الخطه اللي اتحطت وقتها هي حفر 3 انفاق في 3 اكواخ مختلفين في وقت واحد، وتسموا باسماء اشخاص عاديين زي توم وديك وهاري عشان يعرفوا يتكلموا براحتهم عن الخطه من غير ما يلفتوا اي نظر. 2 من الانفاق كان المفروض ان هم يتحفروا في كوخين جنب بعض، وكانوا هيطلعوا للغابه اللي حوالين المعتقل. اما النفق الثالث كان بيطلع على المجمع الشمالي للمعتقل. روجر بوشل والضباط المسؤولين عن الخطه قرروا ان هم يحفروا 3 انفاق لسببين. السبب الاول ان هدفهم هو تهريب اكتر من 200 اسير، وطبعا نفق واحد هيبقى صعب جدا انه يهرب العدد ده، وحتى لو نفع فده هياخد وقت كبير جدا وكله هيتكشف ساعتها. اما السبب الثاني ان في حاله ان الحراس اكتشفوا نفق من ال3 فصعب ان هم يتوقعوا ان في 2 كمان اتحفروا او بيتحفروا، ولزياده الامان كان في سريه عن الموضوع ده بين روجر والضباط المسؤولين عن الخطه، بمعنى ان الاسير اللي شغال في حفر نفق في الكوخ بتاعه ما يعرفش ان في نفقين تانيين بيتحفروا. وبداوا فعلا في التنفيذ، وعلى حسب المعلومات اللي جمعوها عن المكان كانت الخطه ان هم يحفروا الانفاق بطول 110 متر، ولان الاكواخ كانت مرفوعه عن الارض اكتشفوا كوخين فيهم مواقد نار حاجه كده زي الدفايات، وطبعا تحت المواقد دي كانت مجوفه عشان انابيب الغاز تمر من تحتها، فالكوخين دول كانوا مناسبين جدا للحفر فيهم. اما الكوخ الثالث كان فيه مصفى خاصه بالاستحمام، وطبعا تحتها كان مجوف برضه. خلاص كده عرفوا هيحفروا ازاي وفين؟ لا مش تمام، لان كان في مشكلتين تانيين هتقابلهم. اولهم ان ما كانش في اضاءه كافيه ليهم هم بيحفروا، اما المشكله الثانيه هي الرمله الناعمه وازاي هيتخلصوا من الردم. طبعا الاسرى كانوا عساكر وظباط وكل واحد فيهم كان ليه مهمه في الجيش، بمعنى في الطيار والضابط الميداني والمهندس والكيميائي وهكذا، يعني كل واحد فيهم بيعرف يعمل حاجه معينه. فكان فيهم اسير فكر شويه كده وبدا يستخدم الصابون وضاف عليه شويه حاجات وصنع ماده تشبه الشمع وحوطها بعلب الاكل اللي بيستلموها عشان ما تنطفاش. اما بقى مشكله الرمله الناعمه وازاي هيتخلصوا منها فكانوا بيستخدموا قطع قماش بحيث ان هي تبقى شبه الاكياس، وكانوا بيملوها من الردم ويحطوها في بنطلوناتهم لحد خروجهم للساحه، وكانوا بيفضوا الاكياس وقت خروجهم للساحه، وزمايلهم اللي بره كانوا بيخلطوها بسرعه مع التراب عشان الحراس ما تميزش اللون الاصفر. مع الحفر وعمق النفق اصبح نقل الرمله صعب، فصنعوا عربيات صغيره بتمشي على القضبان عشان ينقلوا الردم بشكل اسرع. طبعا كل الكلام ده يبان انه شغل افلام، بس فعلا ده الكلام اللي حصل، واللي اتفرج منكم على مسلسل بريزون بريك هيلاقي تشابه كبير في احداثه وبين حلقه النهارده. اللي روجر كان خايف منه وعمل حسابه حصل،
وهو كان في نفق من الثلاثه وهو نفق توم اتكشف من الحراس بسبب ان كان في حارس بيفتش الكوخ وحس بشيء غريب في فتحه الموقد، وفورا بلغ القاده بتوعه ودمروا النفق في ساعتها. الغريب ان هم اطمنوا بعد تدمير النفق ده، حتى ما فكروش ان ممكن يكون في انفاق تانية او حتى يعرفوا مين ورا خطه الهروب دي، وده طمن روجر وزمايله ان هم يكملوا الخطه على النفقين التانيين. فاكرين المشكله الرابعه اللي هتقابلهم وهي ازاي هيعدوا من نقاط التفتيش الالمانيه؟ كان حلها ان هم بيطلبوا من الحراس الالمان شويه صور واوراق للاسرى. طبعا هتسال سؤال بديهي وهو ايه اللي هيجبر الحراس ان هم ينفذوا طلباتهم؟ هجاوبك واقول لك ان من خلال خروجهم لساحه المعتقل كان في كام واحد منهم كده ايده خفيفه، وكانوا بيسرقوا من الحراس دول هوياتهم. وساعتها الحراس كانت بتتهدد ان لو ما نفذوش طلباتهم وجابوا لهم الصور والاوراق اللي هم عايزينها هيبعتوا هوياتهم دي للقاده الالمان بتوعهم، وده لو حصل فده معناه انه ضابط مستهتر ومش هيعرف حتى يحمي سلاحه. والجزا وقتها ما كانش خصم مرتب او حتى خصم اجازات، لا، الجزا وقتها ان هم كانوا بيتبعتوا للحرب في الخطوط الاماميه، يعني موت محتم. فالحراس وقتها كانوا بيخافوا وكانوا بيجيبوا لهم الاوراق والصور اللي هم يحتاجوها، وبرضه بيبقوا مطمنين لان ما جاش في بالهم ان هم بيخططوا للهروب، يعني هيهربوا ازاي بالورق. وكمان بيجي لهم مساعدات من عائلات الاسرى من بره المعتقل زي الخرايط مثلا، واللي كانت من اهم الحاجات اللي هيحتاجوها بعد الهروب. وكانت الخرايط ساعتها بتتهرب جوه الكتب او الاكل وهكذا. يوم 24 مارس سنه 1944 بداوا يتحركوا بالليل في مجموعات للكوخ اللي فيه النفق الجاهز. ولو نفتكر سوا ان التخطيط بدايته كانت في مارس 1943، يعني الخطه خدت سنه كامله عشان تتنفذ. وفعلا بعد ما حضروا اللبس المدني والهويات المزيفه اللي هيتحركوا بيها ظهرت مشكله. المشكله ان بعد حفر الفتحه اللي هيهربوا منها اكتشفوا انها بعيده عن الغابه بحوالي 6 متر، فبالتالي الشجر اللي في الغابه مش هيداري عليهم اثناء هروبهم. بس كان لازم وقتها ان هم يكملوا عمليه الهروب، لان لو اتاخروا عن كده الهويات اللي معاهم مش هيبقى ليها لازمه. وبداوا يتحركوا في مجموعات واستمر الهروب حوالي 6 ساعات. في خلال ال6 ساعات دول هرب 76 اسير للغابه. بس بعد ما النهار طلع الحراس شافوا الاسير رقم 77 وهو بيطلع من الفتحه، وضربوا عليه نار ورجع بسرعه للفتحه تاني. طبعا مهما كان حظك سيء مفيش اسوأ من حظ الاسير رقم 77 ده. وادركوا ساعتها ان في عمليه هروب حصلت ولسه بتحصل، وفورا الحراس ابتدت تنتشر حوالين المعتقل عشان تقبض على اللي هرب. وفعلا قبضوا على 73 اسير من خلال البحث ونقاط التفتيش، وكان 3 بس منهم اللي اتمكنوا من الهرب. وبالمناسبه روجر بوشل وزميله روبرت ستانفورد ما كانوش منهم. ال3 اللي اتمكنوا من الهرب 2 منهم كانوا نرويجيين وهم بير بيرجسلاند وجينس مولر، وهربوا على السويد. اما الثالث كان هولندي واسمه برام فاندرستوك وهرب على اسبانيا. اما بالنسبه لروجر بوشل وزميله اتقبض عليهم بطريقه ساذجه جدا، لان بعد ما عدوا من لجان التفتيش الالمانيه وكان معاهم هويات بولنديه، الضابط الالماني قال لهم رحله سعيده او رحله موفقه، حاجه زي كده يعني. فروجر رد عليه بلكنه انجليزيه، فالضابط الالماني شك فيه وفعلا اتاكد ان هم بريطانيين وكانوا هربانين من معتقل ستايجلوف. الغريب ان شخص زي روجر ذكي وخطط لخطه هروب محكمه زي دي يتقبض عليه بالطريقه الساذجه دي، بس ده كان نصيبه. سنه 1963 صدر فيلم بيتكلم عن العمليه دي اسمه ذا جريت اسكيب، لو حابين تشوفوا تفاصيل اكتر. هتلر لما عرف باللي حصل في ستالجلوفت كان شايف ان دي اهانه شخصيه ليه، عشان زي ما قلنا ان المعتقل ده بالذات اتعمل على حسب تعليماته، وكان عايز يهدم كل الاسرى اللي اشتركوا في عمليه الهروب دي. لكن مستشارين هتلر ساعتها حاولوا يقنعوه ان دول اسرى حرب ومش مسموح باذيتهم على حسب معاهده جنيف، وعشان هتلر كان راجل طيب وقلبه حنين امر باعدام 50 اسير بس، وبكده خالف المعاهده واتفتح تحقيق بسبب التصرف ده. وبس كده، دي كانت حكايه اذكى خطه هروب في التاريخ. لو عجبك محتوى الفيديو يا ريت تكتب لي رايك، ولو عايز نتكلم في موضوع معين عرفني برضه، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اتشرفت بمتابعتكم، سلام.